كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحه جيده يا رب. كي دايرين؟ كي داير الجو عندكم؟ حنايا اليوم الجو زوين، الشمس نورت عندنا. الله ينور عليكم يا ربي يعني وينور ايامكم ان شاء الله. المهم دابا عندي شحال من حاجه غادي نمشي نديرهم. غادي نمشي نبدل الزيت السياره ديالي، وغنمشي ندير لها لا في زيت. والاول غادي نمشي نشري واحد سون كلاص، عندي شويه يعني ما كيمسحش مزيان. غادي نمشي هنايا للسنتر اللي حدايا، غادي نجيبو ان شاء الله. كنزرف دغيا زعما باش نقضي بزاف ديال المسائل عندي اليوم. البارح كنت بغيت نخرج، البارح ديال الاثنين كنت باغيه نخرج، ولكن كان الجو مغيم وكان الشتاء، كان الجو شويه وصافي. انا ملي كيكون الجو هكا كيعجبني نجلس في الدار ونشرب القهوه ديالي وندير شي حاجه في الدار. مهم بزاف ما صورت لكمش الفيديو، حطيت لكم بعض الفيديوهات ديال المغرب وهكا وبعض الفلوقات وصافي هكا خفافين. كل مره كنقول نصور فيديو ما كنصورش، عندي بزاف ديال يعني المسائل اللي بغيت نصورهم، بحال وصفات التجميل. عندي وصفات التجميل رائعين والله العظيم، زوينين بزاف. كل مره كنقول ندير شي وصفه وما كنديرش. والوجبات التغذيه وحاجات العصائر ديال الديتوكس وكل شيء، زعما كل مره كنقول ندير شي حاجه وما كنديرش. سبحان الله، شحال ما صورتش هكا في الدار، يعني نهز كاميرا وندير هكا ونصور صافي ما كنصورش. كندير غير بعض اللقطات هكا، كنهز هكا الموبايل في يدي وصافي كندير واحد يعني نصور بعض اللقطات وصافي. ولكن ان شاء الله بغيت يعني نزعم ونصور بعض الفيديوهات ليكم ان شاء الله في المستقبل. نتمنى ان شاء الله تتمنوا لي ان شاء الله الخير، وتمنوني ان شاء الله نرجع نصور ودعيوا معايا. وشكرا للبنات اللي كيكتبوا، يعني اللي كيكتبوا لي التعاليق زوينه، وشكرا لكم بزاف بزاف، واللي كيبارطاجيو الفيديوهات ديالي. كنشكركم بزاف بزاف، واخا ما كنحطش بزاف ديال الفيديوهات، ولكن اللي كيحبوني دائما كيرجعوا يجيو عندي واخا كنتعطل ما نحطش الفيديوهات. المهم نتمنى لكم، قلت لكم يوم زوين ان شاء الله. نتمنى يكون عندكم حتى نتوما اجواء زوينين في المغرب. الاجواء مازال ما يعني مازال عندهم الشمس، مازال الحال زوين. شكون اللي ما كيحبش الشتاء بحالي؟ يعني ما كنحبش هذاك، واخا كيغلبني الصهد، انا دغيا كيغلبني الصهد سبحان الله العظيم، ولكن ما كيعجبنيش ايام ديال الشتاء. كيجيني واحد القنت وما كنخرجش فيها بزاف غير لي الضروريات، يعني هكا غير الا مشيت تسخرت ولا مشيت نخدم ولا مشيت هكا نقضي شي غرض فقط. ولكن ملي كتكون عندي يعني الراحه كنجلس في الدار وكندير قلت لكم القهوه ديالي حدايا، وكندير بعض الاشغال ديال الدار. مهم كيعجبني نرتاح فيها كترا ملي كيكون الشتا برا، يعني كيصب كيعجبني هكا نتفرج من السرجم وفي ديك الشتا وانا لداخل يعني سخونه. والله العظيم كنظن كل شيء كيحب هاد الاجواء هذه اللي يعني ملي كتكون فيها هكا الشمس وما كيكونش الصهد بزاف والبرد بزاف. ولكن الحمد لله على كل حال، كل جات من عند الله مزيانه. المهم دابا غنخليكم، راه درت بزاف. غنخليكم ان شاء الله ونمشي نقضي الاغراض ديالي ان شاء الله. في الاخير ديال الفيديو يعني نقدر نحطكم هكا شي وصفه هكا خفيفه. نتمنى ان شاء الله وتبقوا حتى لاخر الفيديو، وما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم وحبابكم وديروا اللايكات، واللي ما تابوناش يتابوني في القناه. كاينين بزاف ديال الناس اللي ما يقدروش يتابوني، واخا كيتفرجوا في الفيديو ما يتابوناوش حيت ما عندهمش الاكاونت في اليوتيوب. الاكاونت راه يعني ما تخلصي عليها حتى شي حاجه الا بغيت ديري اكاونت. يعني بزاف ديال الناس ما عندهمش الاكاونت، على داك الشيء ما يقدروش يتابونيو ولا يديروا لايك.
اللي ما عندوش الاكاونت يقدر يديرها، يعني ماشي صعيبه، سهله وما كتسوى حتى فرانك، يعني غراتوي الاكاونت في اليوتيوب. ونتمنى ان شاء الله يا ربي، اشنو غنقول لكم، نتمنى لكم السعاده والصحه والراحه. نتمنى لكم ان شاء الله ايامكم تكون كلها منوره وتكون كلها خير والبركه، وعواشركم مبروكه، وشكرا لكم، والى اللقاء باذن الله. بقوا لاخر فيديو وما تمشيوش بعيد. وهنايا غندير معاكم واحد الوصفه خفيفه وظريفه ولذيذه بزاف، وصفه سوريناميه. يعني كندير هنايا روتي. دابا درت الفخاد ديال الدجاج مع البصله وزيت الزيتون والثوم. تقدروا تقطعوا هاد الفخاد ديال الدجاج حيت هما كيقطعوهم صغار، انا درتهم كاملين. ودرت هنايا البهارات او العطريه، درت الكركم والزنجبيل، الثوم، شويه د الفلفل الحار، شويه د البزار. هذوك غير زدتهم انا من عندي، حيت تقدروا تكتفيوا غير من هذاك كيري مسالة. هو دائما هاد الوصفه هذه كدار بهذاك اللي سميتو كاري مسالة، ماشي الكاري اللي كيديروه الهندويين في الوصفه ديالهم الاصفر، لا، هذا ضايفين له هذوك العطريه اللي كيكونوا يعني مخلطين، كيسميوه كاري مسالة. ومن بعد نوري لكم يعني الباكيه ديالو. دابا كنخليه يتشحر مزيان، وكندير واحد جوج ديال الورقات سيدنا موسى معاه باش كيعطيوه النسمه زوينه. صافي حتى كيتشحر مزيان، كتدخل فيه العطريه، وكندير البطاطا هكا تقطعوهم قطع صغار، ودردرت عليهم شويه د العطريه هذيك الكاري مسالة في الفوق، وكنروي عليها وكنخليها طيب مزيان حتى كتعقد المرقه ديالها، يعني ديال الوصفه. ومن بعد كندير اللوبيات يعني تسلق في الماء. وهما كيديروا هذاك اللي كيسميوها كاوش بانت مع في بلاصه اللوبيا. هذا هو كيري مسالة، لازم يكون فيه كاري مسالة، ماشي غير كوري الصفر وصافي. وهذا يعني كنسلق هنايا اللوبيا الخضراء، وتقدروا ديروا ديك اللوبيا ديالهم طويله، مره كندير هذه مره الاخرى. وهنايا دابا بعد ما قربت طيب الوصفه ديالي كندير عليها القزبور الفوق، وكنخليها طيب حتى كتعقد المرقه ديالها، وعاد كنطفي عليها. ومن بعد كنصفي هذاك الماء اللي في اللوبيا، وكندير عليه شويه د زيت الزيتون، شويه د الربيع، وشويه د الثومه، وكنشحر هذاك اللوبيا. ولا هذيك كاوش بانت ديالهم اللي كنقول لكم، هذيك اللوبيا طويله ورقيقه ديالهم. هاد الوصفه هذه دائما ديروا فيها الحار، كيجي فيها الحار. هنايا كنسخن ديك الخبز ديالهم اللي كيقولوا الروتي، كنسخنوا. تقدروا ديروه غير نتوما في الدار، ولكن انا شريته. المهم صافي كنسخنوا شويه، ومن بعد كان يعني كان نقدم الوصفه ديالي هكا، هذاك الدجاج مع ديك البطاطا، شويه د اللوبيا وهذاك الخبز، كتجي المرقه ديالو عاقده، وكتجي زعما منسمه بزيت الزيتون والثوم، وكيجي ديك النسمه ديال الكوري مسالة اللي درت فيه، او الكاري انتم كتقولوا له كاري والكوري والله ما عرفت كيفاش كيسميوه بالعربيه. المهم كاري مسالة. نتمنى تعجبكم ان شاء الله.